مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من صفحه مستشارك القانوني. معاكم حاتم سعيد المحامي. يعني ايه ان احنا نوصل في الشهر يبقى عندنا اكتر من 22 الف حاله طلاق؟ ده معناه ايه؟ معناه ان في مشكله، معناه ان في خلل. في ناس كتير هتقول القانون فيه مشكله. معاك، القانون فيه مشكله، القانون فيه قصور جامد جدا ونتمنى ان هو يتعدل لمصلحه الطرفين على فكره. فيعني انا بوجه نصيحه لكل اب وكل ام، لكل زوج وكل زوجه، لكل واحد مقبل على الجواز. الجواز مش لعبه، الجواز مش هزار، الجواز مسؤوليه. لو انت مش قدها ما تتجوزش. لو فاكر الموضوع حياه جميله ولعب وهزار وخلاص يبقى ما تتجوزش. الجواز ليه اسس وليه قواعد وليه نظام واختيار، كل حاجه. يعني انت لو وصلت الجواز ده هو كل حاجه. الحياه نجحت، الحياه الزوجيه نجحت، حياتك هتبقى كويسه. فشلت في حياتك الزوجيه يبقى هتفشل في كل حاجه. دي يعني حاجه من وجهه نظري، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. اي حد مستقر في حياته الزوجيه هتلاقيه كويس في حياته العمليه وحياته الاجتماعيه والماديه وكل حاجه. مفيش استقرار هتلاقي الدنيا عندك مش مظبوطه. سواء انا بتكلم، طبعا الكلام ده موجه للطرفين، مش بكلم الرجاله بس. ان الراجل بيختار والست بتختار. هتقولي بقى ان جوز، اختار لبنتك وما تختارش لابنك والامثله دي. لا، سيبك من الامثله دي، خلاص دي كان زمان، دلوقتي الوضع اختلف خالص. فانا اتمنى يا جماعه ننقي كويس، نتأنى في الموضوع. سيبك من انت اصل انا كبرت. يعني لما تتجوز متأخر والحياة تمشي احسن ما تتجوز بدري والحياة تفشل. يعني انا شايف ان الامور مش كده. فيعني 22 الف حالة في الشهر دي مصيبة. يعني احنا كده عدينا مرحلة يعني عدينا اللي بيتجوزوا، احنا كسرناه. يعني اللي بيتطلقوا اكتر من اللي بيتجوزوا. عدد المطلقات في مصر بقى عدد رهيب، غير منطقي وغير طبيعي. ان الواحد يسمع رقم، اتمنى ان هو يكون غلط يعني، بس هو جاي من مصادر موثوق فيها. يعني 22 الف حالة طلاق ده بالتقريب، يعني مش هنجيب مش 100%. يا ريت يعني اي اتنين متجوزين في بينكم اولاد يعني اهدوا شويه على بعض. ارجعوا للدين. انت عندك مشكله مع مراتك، اهدى ومتوضى وصلي واقرا قران وشوف دينك بيقول ايه في حل المشكله دي. مفيش حاجه الدين ما ذكرهاش. الدين حل كل حاجه وقايل كل حاجه. لو كل واحد فيكم رجع لدينه، سواء الست او الراجل، قبل ما ياخد خطوه الانفصال او الطلاق او المشاكل او المحاكم، الدنيا هتختلف جدا والله. كلنا معانا اتمنى يعني، بجد. يعني انا الواحد حزين على اللي بيشوفه في المحكمه، على كميه القضايا اللي بتترفع. يعني مش ممكن كل حاجه. ما فيش حاجه في المحكمه ما بتترفعش، ما فيش حاجه في المحكمه مش شغاله. يعني اكتر انواع القضايا في المحاكم هي الاحوال الشخصيه. يعني عدت الجنح وعدت الجنايات وعدت المدني وعدت كل حاجه. طب ايه يعني؟ مش فاهم. ما فيش محامي في مصر في مكتبه ما عندوش قضيه احوال شخصيه، ما اعتقدش. نادرا، نادرا لما تلاقي محامي ما فيش في مكتبه احوال شخصيه. لازم هتلاقي. ده معناه ايه؟ ما ينفعش. واتمنى من الزملاء الساده المحامين يبداوا الاول بالود. يعني حتى لو هيحصل انفصال والموضوع خلاص مش جايب ان هو يبقى فيه رجوع، بالود برضه عشان الاطفال. يا فرحتي بالمحاكم واقفين قصاد بعض. العيل اللي بتضر، انت بتضر ابنك. انت مش حاسس دلوقتي، هتحس بعدين لما تكبر وانت تكبري وابنك يبقى راجل او بنتك تبقي شابه داخله على جواز عروسه. الاذى هيجي عند مين؟ عليهم هم، مش عليكم انتوا. كل واحد فيكم يشوف حياته. بس مين اللي هيتضرر؟ العيال اللي انتوا جبتوهم. طب ايه وبعدين؟ طب اتجوزتوا ليه؟ يعني انتوا اتجوزتوا ليه؟ مش فاهم يعني. ما تركزوا شويه، نقوا كويس، اهتموا، ارجعوا لربنا. في اي مشكله ما تسالش حد، ما تدخليش حد في حياتك. اقفلي على حياتك واقفلي على بيتك. وانت نفس الكلام، ما تحكيش لاي حد. انت ومراتك في بيتك بس. موضوع ساء قوي والدنيا بقى خلاص داخله على مشاكل كبيره. حكم من اهلك وحكم من اهلك بس. الكبير اللي هنا والكبير اللي هنا بس. مش ام تلاقي لا اله الا الله هنا وام تلاقي لا اله الا الله هنا. طب وبعدين؟ يعني ما فيش حاجه هتتحل على فكره، والله ما في حاجه هتتحل. فانا بس قلت اودي النصيحه دي. انا سمعت الخبر وعكنن عليا بصراحه، فحبيت اقول المعلومه دي عشان الناس. يعني انا قلت اوعي، وهبدا اعمل فيديوهات تانية برضو شويه نصايح كده للزوج والزوجه واللي عندهم مشاكل. واي حد عنده مشكله سواء زوجه او زوج او ام او اب يبعت لي، وان شاء الله ربنا يكرم واقدر احلها واقدر اساعد في الموضوع ده. ويعني اي استفسار هيجي لي في اي حاجه هرد عليكم ان شاء الله.
اللينك بتاع صفحه الفيس بتاعي هتبقى ان شاء الله هنزلها على القناه هنا على التيك توك، وعندي قناه على اليوتيوب، وعشان تتابعوني في كل الصفحات بتاعتي. انا هدفي الرئيسي ان انا ادي توعيات للناس، اديكم نصيحه قبل ما تقعوا في المشكله. مش اللي هو اجي اقول لك القانون بيقول ايه وبيعمل ايه، لا مش هقول لك الكلام ده. انا طالع اقول يا جماعه خلي بالك من ده، اعمل ده ما تعملش ده، الحقك قبل ما تقع في المشكله. واي استفسار في اي حاجه، انا تليفوني ما بيتقفلش، عندك الواتساب ابعت لي رساله، عندك ابعت لي على الصفحه هنا، ابعت لي على الفيس، ابعت لي على اليوتيوب، ان شاء الله هرد عليك، وممكن ارد عليكم بفيديوهات. واتمنى الخير للجميع، واتمنى الخير للبلد، واتمنى الخير للشعب. ونفسي ربنا يكرم يا رب كده والامور تتعدل في موضوع الحوار الشخصيه دوت، ان ازمه كبيره جدا. خلل المجتمع، طول ما في خلل في الاسره المصريه هيبقى في خلل في المجتمع. بس من الاخر يعني الاسره المصريه نجحت، الدوله هتنجح، والشعب هيبقى كويس جدا، والامور هتمشي كويس، وربنا هيكرمنا. تحياتي ليكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية هديكم شويه معلومات كويسه في كل حاجه ان شاء الله، مش هتكلم في حاجه معينه. و... ويا رب يعدي الازمه اللي احنا فيها على خير، ويا رب انصر اهلنا في فلسطين، امين يا رب، امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي لكم.